انما النادي الاهلي لا طعم ولا اداء ولا روح. ما تأمنش للاهلي نصيحتي ليك غير لما في دوري الحكم يصفر. الكلام ده محدش يقوله لك ولا الفنانين. إدارة من طبعا. فوق بقى. صح. طبعا صوتك انت اتعصبت ليه؟ عشان يسمعوا. اسمع يا خطيب. هو طبعا الأهلي أنا شايف كل المشاكل اللي فيها بقاله سنة أو أكتر إدارة 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 إدارة. مساء الفل عليكم وحلقة جديدة من كعب عالي. راجعين لكم بعد 7 شهور غياب. ايه بقالنا كتير قوي. بقالنا كتير فعلا. وحشتونا جدا وعندنا اسباب كتيرة طبعا هنتكلم فيها ليه رجعنا. طبعاً. اول سبب اللي احنا رجعنا، اللي احنا حسينا ان في كلام كتير قوي عايزين نقوله ومش بنسمعه في اي حتة الصراحة. كأهلاوية يعني زي ما باين ففي كلام احنا مش عارف الناس خايفة تتكلم فيه ولا مش، ولا ممنوع يتكلموا فيه ولا ايه. فاحنا ما احنا هنجرب لسه نشوف لو اتكلمنا فيه هيحصل حاجة ولا لأ. واهم حاجة ان احنا اتكلمنا في كلام ممكن بيتقال دلوقتي او الناس بتبدأ تفتحه دلوقتي. احنا دي اتكلمنا في حقيقة. وقت ما هو كان بالنسبة لناس كتير قوي خطوط حمراء ما ينفعش حد دي يعديها. حقيقة. وفي عز ما كان، يعني لو رجعتوا الحلقات اللي فاتت، في عز ما كان الناس كلها فرحانة مثلا بصفقات او بهالة اعلامية معمولة او كده، مصطفى انتقد الادارة في تصرفات ساعتها انا فاكر. خلاص يا عم ماشي. دي حقيقة ف يعني مش إدارة وقرارات كتير كانت غلط يعني ولعيبة وانتقدنا اختيار ريبيرو. طبعا ده حصل. طبعا سلق بيه. ف وان كولر مشي. ناس كتير برضو بتتكلم كتير دلوقتي كويس عن كولر وناس بتتكلم على فايلر ومش عارف طبعا عشان القرف اللي احنا شفناهم. فكرة دراسة بقى احنا بنقعد 3-4 شهور بندرس سيفيهات نختار الأسوأ ونعمل أسوأ عقد عشان نعمل أسوأ نتائج. دي مهمة الإدارة الناجحة عندنا في مصر في النادي الأهلي. والله ده بجد والله. أول قرار عشوائي بيطلع بيبقى جامد جدا. يعني قرار عشوائي بتاع عماد النحاس جامد. ايوه طالما دي ما اشتغلتش احنا ماشيين صح. ايوه صح. الزمالك ما اشتغلتش كتير هات معتمد جمال يمشي الدنيا اشتغل صح. اشتغل صح. ما تفكرش صح. يعني هو إدارة مصر كل ما تبقى أعبط وما عندكش وقت إن شاء الله هتاخد قرار أفضل يعني. صح. احنا هنتكلم في تفاصيل اكتر، عن النادي الاهلي بالذات. بس احنا في الاول وهنتكلم عن الزمالك. احنا يعني الحلقه دي هنمشيها محلي بقى عشان احنا اصلا بنحس دايما اغلب كلامنا في الكوره عن الاهلي دي حقيقة. وعن الكوره هنا في مصر الصراحه. الزمالك يعني ماشي و... و... فاحنا عايزين نتكلم الاول، نرتب كده هنمشيها ازاي الحلقه دي. طب خلينا نبدأ بالأكتر من يستحق الكلام عليه. لا هو اكتر من يستحق الاشاده. الزمالك طبعا. يعني احنا، ودي حاجه صعبه قوي اللي انا اقولها، هو الزمالك فريق اتحول بقاله 3-4 شهور. اول مره اشوف فرق جاب في الرجوله وفي الهدوء ده بين الزمالك والاهلي. يعني هو دايما كان بيبقى العكس، ولو في حاجه حصلت فبيبقى طفره كده كل فين وفين وبتبقى حاجه غريبه. لكن دلوقتي هي باينه بشكل اوفر، بشكل صح. انت يعني انا كاهلاوي اتقرف ايه ده يعني. انا مش مش هتعرف من لعيبتي هتقرف من لعيبتي ومن ادارتي ومن النادي الاهلي عموما بقى. فهو الزمالك مره واحده كده قفل على نفسه، ما اعرفش ايه اللي حصل. الاداره مره واحده ما بقيناش نسمع لها حس. نتكلم عن تيرن اوفر. جابوا مدرب ادوله الصلاحيات كلها، خصصوا رغم ان هو في اخطاء وفي برضه حاجات، يعني حاجات ما تعديش بسهوله كده على نادي الزمالك. ف فانت مش ما تعرفش تتكلم تجيبها منين يعني. ما تعرفش ايه اللي حصل مره واحده كده عشان تتكلم. بس هو انا شايف لعيبه رجاله بس في الملعب، ومدرب بيشتغل على الامكانيات المتاحه مع ناشئين. والله انا شايف ان اولا عندي قناعه احنا ممكن نكون مختلفين شويه في دي. قناعه شويه ان جون ادوارد سواء هو كويس او وحش بس هو مختلف خالص عن سيستم اداره نادي الزمالك. الموضوع عنده مختلف. الراجل ده انا ما شفتلوش لقاء واحد تقريبا من ساعه ما مسك نادي الزمالك. ما عملش انترفيو ولا مره.
بيان واحد بس عمله من اول ما مسك لحد دلوقتي، ده طبيعي بالنسبه لنادي الزمالك اطلاقا؟ اطلاقا. اللي بيمسك بوزيشن في نادي الزمالك ده كل عام وانت بخير، ده بيبقى نجم سينمائي والله العظيم، بيعدي على اون تايم فاضيه، يلا بينا سيفا زاهر خش هنا، يلا ابراهيم عبد الجواد، فاهم، يظبط الكلام ويقعد يتكلم في كل حته وينطق اخبار ويقول كلام ما ينفعش يتقال ويتكلم على صفقات. احنا الكلام ده كله بصراحه هو الزمالك مقفول خالص. اغلب المشاكل الماديه هي اللي بتطلع، ورأيي مقصوده، مقصود يتصدر دايما الزمالك يا جماعه في مشاكل، ما تستنوش حاجه من نادي الزمالك. الزمالك مش هيعمل اي حاجه، عرف يشيل البريشر خالص من على اللعيبه ومن على كل حاجه، لبسها الاداره صح بصراحه. وده كان وقت الحاجه الوحيده اللي شايف الاداره حلو ان هي عملته، استقبلت الخبطه في وشها عادي ان هي اللي عندها الاخطاء كلها، وهي اصلا حقيقه يعني. بس هو هم بس هم استقبلوها، ما كبروش ما قالوش لا غلط مش من عندنا، ده الاخطاء عند مثلا جون ادوارد ولا عند اللعيبه، لا هم اتهموا نفسهم اول حد. دي الحاجه الوحيده العدله اللي الاداره عملتها. لكن جون ادوارد انا رايي جريء، قرار مشان ناصر ماهر ودونجا، وان هو يحاول يجمع اي فلوس. على فكره هي مش فكره كامل فلوس، هي فكره اللعيبه لما تحس ان انت بتشتغل عشانها وبتضحي بلعيبه بالنسبه هو من للعيبه 3 الزمالك شهور، كبار يعني. من 3 شهور كان محترفين عايزين يفسخوا عقودهم ومش اه عارف بنتايج، مش ايوه، عارف بس خد هو قد عارف انت ايه. كل واحد ممكن يصبر عليك اكتر شويه لو لقيت بتعمل حاجه عشانه بجد. مم. يعني انت عندك الويلنج دي اصلا فعلا. ما هو بص هقول لك اه حاجه، هو برضو يعني مش حاسسها قرار قوي يعني جامد، على قد ما هو كان لازم يعني ما قداموش حل غير اللي هو يعمل كده الصراحه. يعني مش حاسس اللي هو قرار آه، مدروس وكده، على قد ما هو فعلا ما فيش غير كده. والله انا اللي شفته ان الجمهور هاج عليه جدا لما عمل كده. شفت ده في صفحات نادي الزمالك، صفحات الجماهير بتاعت نادي الزمالك كلها، شفت ده من الاعلام، شفت ده من نجوم نادي هو الزمالك، مش هينفع كابتن فاروق يغلط غلطه جعفر، زيزو كابتن طارق تاني، يحيى، كباتن دي. انا بتكلم بس في ايه، ان هو فاهم. لو كان مجبر فعلى طول الزمالك المفروض منطقيا مجبر، وما بيعملش المجبر عليه، ما بيعملش الصح ولا المنطق. هو جه عمل الصح والمنطق واستحمل شتيمة قد كده، وده شفته، وناس اتنصلت منه وهم المفروض كان ليهم دور في ان جون ادوارد يجي. قال لك لا احنا قلنا ان جون ادوارد يجي بس ما يجيش مدير رياضي. انت عكيت وتصرفت براحتك وشال ايده خالص في الموضوع، حاسس المركب هتغرق. مم. انا عاجبني جدا ان هو ما عندوش بنص جنيه رد، ما ردش على اي بني ادم خالص، ولا زمالك ولا من بره الزمالك. اللي يتكلم يتكلم، هو قاعد بيحضر ماتشات نادي الزمالك، حتى الجمهور لما بيشتم ويبص له هو ساكت خالص، ما عندوش اي رد فعل، ان شاء الله خير ان شاء الله خير وخلاص. انا رايي ان هو بصراحه يعني لو واحد بيسوق مركب مخرمه كتير كده زي الزمالك في الظروف الماليه في كده، ده احسن حاجه ممكن توصل لها. على فكره بغض النظر هياخد بطولات ولا لا، بغض النظر هيخلص الدوري ولا لا، يعني انت لازم تدي لكل واحد حقه. وات ايفر الفاينل ريزلت دي ممكن تبقى معتمده على حاجات تانية، طاقة اللعيبة، الافورت اللي هيبذلوه، بيلعبوا على بطولتين، انت الوحيد اللي بتلعب على بطولتين دلوقتي. اه يعني بيراميدز عنده كاس اعتقد لسه موجود في الكاس، بس بيلعب كل فين وفين يعني، انت فاهم، كل شهر بيلعب ماتش في الكاس كده ما يكسبه ويمشي، اه فاهم. والفرق الكبيرة كلها طلعت بره بص، هو احنا خلينا متفقين ان الزمالك السنه دي اداريا وفن، مش عارف فنيا والله يعني ماشي، ورجوليا وجماهيريا، جماهيريا هو جدا هو جدا. احسن من الاتنين التانيين يعني. هو بغض اهلي النظر ان وبيراميدز. بيراميدز ملهوش جماهير. ايوه. وبص، وفي حاجات برضو يعني مش هينفع نتكلم فيها قوي، بس يعني حوار جمهور الاهلي ده برضو مش يعني، في اسباب كتير واعذار يعني خلي كتير بالك ما. اسمه سيد مشاغب صح؟ اه طلع براءة بعد 3 ايام اتحبس تاني. يعني انا اه بشوف ان يعني بشكل عام، لا يعني بشكل عام يعني مالناش دعوه انا بالقصه. فاهم، لا ما بتكلمش عن اسباب هنا او تفاصيل، بس اللي انا بتكلم لا فيه لا، بس هو في مم. يعني، هو في فعلا في اسباب مخليه في يعني ان اسباب جمهور الاهلي يبقى عنده عزوف على الماتشات. اه بس ايفن اللي بيحضروا، انا شفت جمهور الاهلي بصراحه، والله العظيم الماتش اللي فات ده الواحد كان هيعيط مم. حرفيا من صوت الجمهور. على كسر فكره، الملعب، على كسر فكره انت اللعيبه جمهور الاهلي مفيش بقاله دم. كام ماتش بيكسر بص. الملعب حرفيا. دي حقيقه. يوم ما اللعيبه اتشتمت شويه، والله على فكره الجون يا جماعه، حتى اللي طيب لما نيجي نتكلم على الاهلي بس عشان اه ما يعني ندخلش الموضوع مستفز. يعني حتى الجون ما جاش على فكره بحماس وكده على فكره، يعني مش اللي هو مثلا هجمه ب4 ارواح فالكره ردت فرجعت، ده عبط هو جون خالص. جون عادي كوره جدا متعلقه يعني. بالونات هاني،
ايوه بتاع اعياد ميلاد ايوه بالونات مرفوعه هوبا بالدماغ من طاهر ايوه اصلا، ده فاهم، ما عملهاش في حياته وحط جون، فجون عبيط، والجون برضو كان اهبل بتاعهم، مش فاهم عمل أيوة. كده اتشل، الكوره جت جون لا هو احنا هنخش فنيا في الاهلي، احنا لو اه مش هنخلص هو من احنا الزمالك. عايزين انا 3 بس حابب حلقات. زي ما انت قلت اشيد قوي بصراحه بجمهور الزمالك بصراحه. ال الايمان ده يا جماعه حاجه كبيره جدا، انك تبقى مآمن بفريقك ومآمن عندك حلم، وهو اللي خلى الحكايه حلوه. الحكايه حلوه عموما، صعوبتها من اول السيزون، والضربه بتاعت زيزو، بس وكل الزمالك حاجه اتخدم انت برضه في اتخدم من حتة ايه. ان اول حاجة هو فعلا اقل نادي عليه ضغوط في الثلاثة، ماشي، يعني هو الوحيد اللي هم فجأة اصلا اللي هو هنا دلوقتي، كلنا بنقول كده دلوقتي. فهو وهم استغلوا ده صح، عشان برضه يعني ما نقولش كده ليه هم قال لنا عليه طول؟ يعني جاله نتناقش في مشاكل في النقطه دي. النص طبعا سؤال، ليه ما وايقاف تعتبرش ان قيد المشاكل دي المفروض انها ضغوط؟ يعني انا دلوقتي لما اجي في نص سيزون ايه، في اول 10 امتار من السيزون اصلا بعد 4 5 ماتشات اتحجز على فلوس النادي، مفيش فلوس، مش بدي رواتب اللعيبه، اللعيبه اللي كانت بدات تظهر شويه، والزمالك كان شغال حلو في اول السيزون على فكره بجد. بيزيرا عايز يفسخ، بنتايج هيمشي، مش عارف مين، ازاي دي مش ضغوط؟ يعني ليه حسبت اللي هي السايد افكت اللي لا بعديها هي انها لا مش ضغط؟ لا هي ده مش ضغط. احنا الديسكشن بس مش لا انا مش شايف ده ضغط، لا ضغط اعلامي ولا جمهوري، هو دي مشكلة. وهم يعني فاهم، معروف اصلا من زمان حوار ان الزمالك عليه قواضي وعليه فلوس والقصص لا دي. انت عارف المشكله اللي هي دي بتاعت مش الارض، ومش مشكله الارض. طب ليه ما ومش نعتبرش ان دي ضغط؟ ومشكلة يعني ليه خدناها في الضغط الايجابي؟ هي دي لا شطاره الزمالك ان حولها لضغط ايجابي. ما انا يعني بتكلم في الطبيعي كده، ضغط انا بقول لك سلبي. هو احنا مش هنقتصر ان هو ده اتخدم عليه كده، لا هو اتخدم عليه برضو. في ايه ان بقى؟ اول حاجه الاهلي مش موجود السنه دي خالص، من اول السيزون لاخر السيزون، يعني من اول ريبيرو لحد دلوقتي. مم. تمام. بيراميدز مستواه وقع خالص على السنه اللي فاتت. بيقع كتير في ماتشات. الزمالك لقى نفسه مره واحده فارق ب5 نقط، ولقى نفسه الاول، مش لاقي وده ما نفسه كانش برضه يا الطبيعي. احمد، هو قعد 9 ماتشات ولا 8 ماتشات، خسر ماتش واحد بس. ايوه لا انا مش بقلل والله من يعني هو مش لاقي نفسه مره واحده، هو كان الطبيعي انه يوصل لهنا انا مش بصراحه. بقلل، بس انت اه. انت لو اتكلمت لوجيك، مم. لا هو المفروض الاهلي بيراميدز طبعا ده طبعا طبيعي. فنيا على فكره دي يعني. حاجه في بوينت للزمالك اللي انا بقوله اه ده، فاهم. اه ف... فانت هو استغل حوار الضغوط ده فعلا، حولها ليه جدا، وعزل الفرقه خالص عن القصص دي، وحل مشاكل اللعيبه، فخلص الدنيا خالص حلو. وبيلعب على ما احنا بطولتين كده دلوقتي. متفقين. يعني انا بس النقطه اللي انا يا جماعه احنا بقلق منها ان احنا متفقين نحول بس الضغوط. هي الضغوط اصلها ضغوط المفروض تضغطك بشكل سلبي مش ايجابي. يعني انت ما بتاخدش فلوس، ما بتحضرش تمرين، واحد زي شيكو بانزا ده بيجي يرقص بالليل يروح يسافر، عبيط، مفيش اي التزام في اوضه اللبس، تتمرن بره النادي بتاعك، قافل على نفسك في معسكر. كل دي رغم انها عيوب كبيره جدا، معكش فلوس تصلح ارضيه الاستاد بتاعتك بتاع التمرين في نادي الزمالك، ارضيه سيئه جدا جدا يعني، مم. اللي هي بتاعت ملعب التمرين في الزمالك. كل ده اتحول بإدارة، وجهة نظري برضو معلش، جون ادوارد حولها لنقطة حلوة، ان هو قافل في معسكر اللعيبة بره النادي خالص، قافل عليهم على قد ما يقدر. انت فاهم، يوم ما ضغط ضغطة جامدة حاول يقلب ده لحاجة إيجابية. عشان كده أنا بقول تحويلة الضغط من سلبي لإيجابي لازم تنسب للناس اللي مسؤولة عن ده في الزمالك. مش ان هو والله انت اتخدمت لان عندك ظروف صعبة، مش يعني الجملة صعبة. يعني حد جه قال لي الاهلي لو عنده الظروف دي هياخد الدوري، لا مش شرط. مش معناه ان الزمالك مختلف، الزمالك لو عنده نفس الظروف دي السنه الجايه ممكن ما ياخدش حاجه، بالعكس ممكن ينزل درجه تانية لو كان ده حصل معاه. يعني الطبيعي ان ما الضغوط زي دي على فكره موجود جزء منها طبعا بس بشكل اكبر في الاسماعيلي، ما هو بينزل خلاص لا ما هو جمهور، انا بص، انا مش شايف هيتحول انا لضغط ايجابي مثلا انا يعني. الضغوط اللي بتكلم عليها غير اللي انت بتقوله. يعني اللي انت بتقوله دي على فكره في الاهلي والزمالك، يعني انا اه دلوقتي كاداره ما احطش نفسي في مشكله وابقى غبي في التصرفات، واجي اقول ايه ده، لا ده انا كده مضغوط والمفروض ابقى مضغوط، لا مش كده. انا بتكلم كضغط اعلامي وجماهيري. مين في الاعلام او فينا احنا كجمهور اتكلم في اول سنه ان الزمالك المفروض يحقق بطوله او ياخد دوري، او ما كانش فيه الكلام ده خالص، كله كان بيقول اهلي يا بيراميدز. وده ده ده في حد ذاته ضغط. تمام.
آه انت يعني فنيا طبعا كده كده في فرق، وده حاجه في صالح الزمالك جدا، ان انت المفروض كاهلي وبيراميدز فارق فنيا جدا عن الزمالك. تمام. في يعني في بعض المراكز. فانت يعني مش عايز اخش فنيا ولا فن في لعيبه، انا بتكلم كضغوط. انا دلوقتي انت مثلا لما كنا بنقعد انا وانت في الاول على القهوه او بنشوف أيوة. في برنامج مثلا كوره او حاجه، لا ما كانش اسم الزمالك ده بيطرح خالص، اللي هو فدي اكيد. مفاجاه ودي حاجه حلوه، طبعا. ودي حاجه في البوينت قلت لك للزمالك، فدي انا بتكلم على الضغوط دي بس مش اكتر. لكن انا مثلا حوار الارض ده، ما هي مش غلط من يعني، طب ما احنا دلوقتي مثلا عندنا مشاكل كبيرة جدا وغلطات كبيرة جدا في إدارة الأهلي. مش هنقول لا دي ضغوط، لا احنا هنطلع نهاجم إدارة الأهلي. حلو، بس عشان السؤال بقى، يعني هي دي السؤال مش حاجة ظرف على الزمالك حلو، اتحط فيه، انت لا هو صح اللي حط جدا، نفسه فيه. انت صح جدا. الضغوط دي ما حاولتهاش عندك الإيجابية ليه؟ لا هو ان انت تسلم الموضوع لأولاد النادي وتبعد عن المدربين الأجانب المشكلة في وكذا الأهلي وكذا. أكبر بكتير، أنا وأنت هنتكلم فيها دلوقتي انا وأنا وأنت فاهم. عارفينها. اللي انا بتكلم فيه ان انا لكن رأيي ان مفيش حاجة من وجهة نظري انا يعني خدمت نادي الزمالك خالص. يعني فكرة ان لا اصل الاهلي وحش، طب ما الاهلي بياخد دوري يا جماعة. اصل الجملة دي بتبقى بالنسبة لي لا بتلغي لا فكرة لا المنافسة في طبعا. كرة القدم. لا لا مش يعني انا كده. مثلا انا ما الاهلي قلتش كان الاهلي كويس، وحش، انا الزمالك قلت قعد ده فترة سبب من سيء بسبب الاسباب. ممدوح عباس زمان. لا طب لا لا اقول ما الزمالك هو اللي خلى نفسه وحش، وانا لا مالي لا يعني انا ما قلتش كده خالص، انا ما قلتش ان اه. الزمالك كده بسبب الاهلي وحش، يعني لا انا مش شايف ان ده احنا خدم اول حاجه قلنا الزمالك ان اللعيبه الاهلي فيه رجاله مشاكل. وقفلوا على نفسهم، فاحنا ايوه، اتكلمنا في اسباب دي. لعيبه، بس اداره، ده من وجهه سبب نظري. برضه، ما هو انت ما تقدرش تنكر ان ده سبب، يعني ان الاهلي مش موجود وبعيد ما هي خالص. ما هي نفس الكلام برضو ف كان بالنسبه لك لما الزمالك ما كانش موجود خالص. ده كان منافسك الحقيقي ما هو الزمالك ما الافريقي. كانش موجود انا خالص بتكلم عشان هو 2005، بيعمل كده ما قبل برضه. 2005، ما ده اللي انا عايز اقوله. ما قبل 2005 المنافس الحقيقي بتاعك في افريقيا هو نادي الزمالك، كان مع سابقك كمان في البطولات وكل حاجه. انا ما اقدرش اجي اقول دلوقتي نادي الزمالك يا جماعه لا والله ده هو الظروف، هو اللي حط نفسه في دي. فدي مش شماعه، ما اقدرش اقول ان السبب ان الاهلي خد بطولات ان الزمالك بس كان عنده ظروف وده عامل من العوامل. لا انا ما اقدرش اقول كده، هبقى ظلمت النادي الاهلي. والعكس حصل النادي الزمالك جدا. لو في عز ما انا بشكر في الزمالك، اذكر بالطريقه في النص ان الاهلي سيء ما لهاش لازمه. يا عادي، برشلونه احسن نادي في العالم، اصل الريال ما كانش قوي. يعني ايه الريال ايوه احسن نادي اصل برشلونه ما كانش احسن حاجه؟ ما طبيعي. ايوه انا يعني فاهمك، انت انت فاهمني صح، صح؟ بس انا مش. حاسس دي بتاخد من كريدت الناس اللي المفروض يروح لها انت شايف شويه يعني. الزمالك هياخد الدوري؟ انا شايف لا، على الرغم اللي هو يستحق، انا والله والله بجد انا شايف كده كده هو يعني. عمل انجاز جامد جدا بصراحه، ان هو حاطط الاهلي وبيراميدز في موقف سيء لا جدا. بس بص بس احنا الفكره برضو ان مش بيراميدز عايزين يعني بيراميدز يعني ملوش بص جمهور بص هو الزمالك مش يعني. سموحة، يعني هو الزمالك اكتر فريق صارف صفقات في هو سموحه ما عندوش الصيف مشاكل ماديه بتاعت الزمالك. الصيف اللي فات ده. لا بس يعني ما هو فيش نادي لا في مصر عنده هو المشاكل دي، ما عندوش 13 قضيه يعني. الزمالك صارف، ماشي، ما هو ده بقول لك بقى، هو اللي حاطط نفسه في القصص دي، احنا ايوه، ما ما مش خلاص هو هندخل في الحتة اتحط، انا دي. بتكلم على الوضع الحالي بقى. ماشي انا بتكلم عن الوضع الحالي، هو اكتر سيء، فريق صارف في صفقات الصيف اللي فات اكتر من واكتر فريق الاهلي ما دفعش وبيراميدز. حاجه من الصفقات دي. خلي بالك يعني انت عارف هو ده غباء الوقف. بقى منهم، لا مالناش اقول لك بس دعوه. على نقطه، بس هو جايب صفقات بس هقول لك على نقطه، اكتر من الاهلي وبيراميدز، فانت هقول لك على يعني هو نقطه. مش فريق لا يعني. مالهاش على لا في لعيبه فريق صرف. في لعيبه جت الزمالك لحد دلوقتي ما دفع الفلوس، ما راحتش النادي. عشان كده هو بيتوقف القيد، يعني مش صرف بقى جامد ومعاه مين؟ وودى بزيرة جزء من الفلوس اللي المفروض تروح للنادي بتاعه ما راحتش، وده يتدبغ نفس الكلام. ماشي انا اقصد اللي هو انت جاب فاهم انا انت اقصد ايه؟ يعني، دي قصص بقى، هو انا كإدارة بقى بس هو انا فاهمك بقى، انت يعني فاهم. ما هو الكونتراكت يقدر يقول لك انت كإدارة. اكتر نادي صرف فلوس، يعني ممكن في اخر مش عارف اقول كام سنه يعني، ماشي يا عم. على مدربين فشله طيب بارقام مرعبه لا خياليه لا لا ما انا اكتر نادي حرفيا. صرف فلوس، بس انا انت واخد فاهم. 3 افريقيا في اخر 5 سنين يعني، فاهم، فواخد لا انت مش معنى كمان انت عملت ايه في اخر سنتين وجبت كام مدرب لا ما ودفعت لهم كام. لا سيبك ما هي من الحسبه دي احنا دي، هنزعل برضه، سيبك انت من، فاهم، ما لا هي هي مش كلها حسبة. اخطاء بتحصل في هي مصر هي جماهير. ايوه انا فاصل الاخطاء بس دي بقى، انا ما بس بتكلمش على اخطاء، انا بتكلم اللي هو الزمالك مش فريق يعني ما هو اللعيبه دي بياخد يا حليم يعني مش فريق 20%. اندر دوج مثلا لا طالع كده، لا انا لا حتى لو هو لاعب فريق كبير، صارف عادي انا ودخل حتى لو السوق لاعب كبير يا احمد، ونافس بيراميدز في صفقات، ونافس يا الاهلي في استاذي صفقات هات وعادي لي صفقه ودخل فيها مع الاهلي وبيراميدز وخدها لا انا اقصد واحده جاب بس. لعيبه،
جاب لعيبه، ماشي هات لي صفقه واحده بس جاب دخل مع الاهلي بيراميدز ولا لا نافس الاهلي وبيراميدز في اللي هو دفع اكتر منهم صفقات، جايب ب7 مليون دولار تقريبا ولا 6 مليون دولار ما صفقة. هو ما حصل ما اتدفعش، بس هو بيقول لك في فكك بقى الاخر. الدفع ولا ما ما انا بقول لك اتدفعش، على فكره، طب انا اقول لك على حاجه. هو جايبين على بارقام، هي فكره الفكره اتس مش في دفع كريدت ولا ما لاداره نادي دفعش. الزمالك من وجهه نظري، اختيار جزء من اللعيبه اللي جت افضل بكتير من اللعيبه راحت لبيراميدز والاهلي السيزون ده بصراحه. وده الدباغ مش وحش خالص، لعيب كويس. بيزيرا لعيب كبير، انا مقتنع ان هو لعيب لا مؤثر، اثر مع نادي الزمالك بجد. يعني لعيب جه فرق. حد يقول لي مثلا انت حاسس بغياب زيزو جدا عن الزمالك وبزيرا موجود؟ طب ما ارقام، بصراحه اطلاقا ما يعني. هو انت ما اقول لك يعني على حاجه، انت الاقل تعرف عنده ان 1 on ارقام 1 زيزو يعني. احسن، زيزو اللي احنا عمالين نشتمه ده عارف ارقام زيزو الارقام دي احسن من بقى يعني بيزيرا. ايه؟ هم كان الزمالكاويه بيكبروه بيها، دي منتاليتي معينه. لا مش انا ببقى المنتاليتي ضدها بس هو ككوره. يعني، انا مش مع الارقام قوي. لا انا مش والا بتكلم في هقول ده كده، احسن مواسم تريزيجيه في حياته مع النادي الاهلي، لا وده انا مش ظلم. بتكلم في كده، انا بتكلم يعني ان هو برضو في نفخ اعلامي شويه هو لعيب كويس بس يعني مش نفخ، اصل هو يعني. عادي يعني، يعني بص مش انا هو اللي بشوفه، شايل الفريق، انا بشوف يعني انا بيقلب حاسس هي الملعب. يعني منظومه هو بس. حتى ماتش لعيب رخم، كان نازل مصاب في ماتش الاهلي اللي هو كان في السوبر، قلب الدنيا خالص. بتلاقي 3 4 لعيبه من الاهلي رايحين عليه دغدغه فيه. ايوه لعيب لعيب رخم تقيل، ماشي لعيب يعني تقيل بس يعني. مش، دي في حد ذاتها دي قيمه، دي فاليو. لما تلاقي ان في لاعب لما في الفرقه اللي قدامك، لو انت فرقه تكتيكيا حتى كويسه تقدر تستخدم ده، اتمسك من 2 3، ده في حد ذاته دي فاليو على فكره. يعني دي فاليو مش موجوده انا عند ما اي قلتش لاعب. اللي هو لعيب وحش، اه بس انا مش بقول اللي هو لعيب يعني، مش سوبر، بص مش يعني مش اسطوري يعني. ومفيش يعني في مش مصر النفخ لاعب الاعلامي اسطوري ده، اصلا فاهم؟ دلوقتي. يعني انا مش شايف اي لاعب مش النفخ كاداء الاعلامي ده. بيتقدم، ولا لاعب من الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز يقدم اداء اسطوري اللي هو يعني يستاهل اه عليه اي السنه نفخه دي اطلاقا السنه دي بصراحه. اه عاديين جدا يعني. اه زيزو على فكره بقاله سنتين سيء، مش سنه يعني، وحتى السنه سنته اللي الاخيره مع فاتت الزمالك والسنه دي. سيء جدا بصراحه. يعني لعيب عادي بيعمل حاجات طبيعيه، اسيستات عشان بيلعب كل الكور الحره مثلا، كورنرات مش عارف ايه. وباين مستواه، واتشتم من جمهور الزمالك حتى جزء على مستواه، جزء انه راح الاهلي بصراحه. حاولوا ينفخوا فيه بزياده، واحنا حتى كنا بنتريق كاهلاويه على مستواه في مصر. لما ندخل بس في النقط دي بعدين. بس انا عموما يعني عموما حابب انسب الكريدت بتاع تحويل الضغط من سلبي لايجابي لجون ادوارد، مش اداره نادي الزمالك بصراحه. دي نقطه مهمه جدا. اداره نادي الزمالك انا حاسس ان هي اضطرت تسكت برضه. ليه؟ غباء التعاقد مع جون ادوارد، وعنده شروط جزائيه معينه هتدفعها لو مشيته بدري. معكش فلوس، فاضطروا يسكتوا. ومين اللي يمشي بقى كلامه وريتمه؟ هو. هل ده ظهر؟ اه. هل ده سيستم اداره نادي الزمالك ان هم بيسكتوا وما بيطلعوش الاعلام؟ لا. طب امتى كان ده بدأ يحصل؟ هو اللي فرض ده خلاص. ليه انت مش هو حسسك ان انت مش بايدك تاخد قرار خلاص. مش هتاخد انت قرار مع اللاعب. انا عندي مشكله مع اللعيب، هاخد انا قرار. بس اعلاميا بقى اعمل اللي انت عايزه، يعني قول بعد كده الحمد لله احنا كلنا دعمنا جون ادوارد، اقعد اهري بقى فاهم، زي ما انت عايز. لكن واقع الامر انا مقتنع ان هو مشى كلامه جدا في فريق الكوره. نادي الزمالك وصل لدرجه، انا وجهة نظري انا لو زملكاوي هحس السيزون ده بغض النظر انا هنهي لو بكونفدراليه مثلا ايفن والتاني، عاش جدا جدا. انا بالنسبه لي ده هيستوريكال بس انا يعني. شايف ان في برضو مم. يعني عادي، يعني انت عندك مثلا في لعيبه كتير غابت عن التمرين فتره كبيره بسبب حوار اه الفلوس، طبعا. فهو طبعا. مش يعني الموضوع مش اللي لا هو هو مش فرض ماسك حاجه مش يعني، ماسك حزام، هو مش بس فرض. ادى لعيبه فلوس مش فرض يعني، على فاهم؟ اللعيبه، ما يعني مش هو فرض على اللعيبه. استغل الظروف برافو عليك، ما انا بقول حول الضغط كويس، السلبي بس يعني انا مش لايجابي. شايف ان الزمالك يعني حول عادي الضغط لما السلبي لعيب مثلا لايجابي، ده زي اللي انا بقوله. عبد الله السعيد يغيب شهر على التمرين عشان مش عارف ايه، لا مش حلوه طب برضه، ما هو انا بسبب ما هي مش حلوه، ما هو فاهم؟ بص. يعني ده مش اللي ما هو هي هنا مثلا، العقل. هنا العقل. انا اللاعب ده ليه عندي ايه وعليا ليه ايه. انا لاعب بديله 10 انا معاك 20% انا معاك اللي هو من مستحقاته. ما انا معاك ينفعش اللي هو اديله بالجزمه اقول له اللي انا اقوله يمشي، يا اما هتمشي من النادي. استغل الظروف صح. انت فاهم. وحوار ناصر ماهر ولونجا ده انا شايف اللي هو اضطر عليه، كان لازم يعمله، يعني ما فيهاش غير كده اصلا، لان يعني يا اما ما كانش الزمالك هيلاقي لعيبه تلعب، دي حقيقه. ف انا مش شايف العبقريه قوي كده، بس انا هو اكيد يشكر على اللي هو عمله ده، واكيد جمهور الزمالك فرحان ان هو اكيد حاله الرجوله والفرقه مقفول عليها دي، اكيد هو ليه سبب فيه. نعم.
بس ده وجهة نظري في الحوار ده. انا بس مش عايز، ما بحبش انفخ في حاجة، لان هو برضه عليه يعني في قصص كتيرة في جون ادوارد فيها شبهات وفيها حاجات يعني ما مش حابين نتكلم فيها يعني، فمش حابب اطلع والله حد بص، صح بقى، انا ما بقولش عليه بالصورة ملاك، الواو دي ما بقولش عليه بس. ملاك. بس انا عندي قناعه بحاجه دلوقتي، احمد اتكلم كويس قوي، لازم اسقف له واقول له برافو. دلوقتي مش عموما بس بقى. غلط، انا تاني هفضل مقتنع ان انت ادي الكريدت في الوقت الصح واسحب الكريدت في الوقت الصح، بلاش الميكس. يعني دي انا هي طبعا كل واحد بيبقى ليه طريقه للتحليل. انا مقتنع ان انت ما ينفعش في عز ما انت إن احمد مثلا داخل كومبيتيشن مع حد نجح، بس خلي بالك يا احمد، تعاليك واحد اتنين تلاته اربعه، انا ما بشوفش ان ده صح. في عز الكريدت الصح اديهولك، يوم ما تغلط ارزع لك عادي. يعني الحالتين يبدأ تاخد حقك ويتسحب الحق ده منك لو انت سيء. بس ده اللي انا اقصده، وقت ما يغلط جون ادوارد هنهاجمه، ده مش تناقض، لا لا، ده انا طبيعة حالة انا مش موجودة بتكلم دلوقتي. كهجوم او كده، انا انا مش بتكلم انا هو بفخم في مش الحالة اللي وصلها لنادي الزمالك، ماشي. مش في شخصه، ما اعرفوش هو غبي ماشي. ولا ذكي. انا بشوف افعاله بنحكم على الفعل اللي وصل لنادي الزمالك، ده اكيد ليه يد فيه، وحاجة بالنسبة لي بصراحة انا طب ما شايف ممكن يبقى تاريخية يعني. مدرب، يعني مدرب ليه ايه؟ ما نديش كريدت ده مدرب لمعتمد ماله؟ الجمال؟ يعني لو من ساعة ما جه الفرقة اتغيرت. ما هو جون ادوارد كان موجود قبلها وكان فيه مشاكل وقصة. ما ممكن يبقى مع والله كابتن معتمد جمال، ما اصل في حاجة يعني هو من ساعة ما جه كابتن معتمد جمال ما خدش تحسه قرارات كارك ناصر يعني، ماهر، فاهم؟ ولا خد القرارات دي ما خالص، دي هو قرارات كانت لازم فرضت تتاخد عليه. برضو. ما هي كان هو لازم، ده اللي ما لازم، ده عمره ما كان بيتعمل في نادي الزمالك، ما هي دي الفكره. هي ما فيش هو جه اوبشن حد تاني، يعمل اللازم. يعني ده مش على اختراع. فكره هو الاهلي، ما فيش اوبشن الاهلي حتى لما تاني. ندخل عليه يا احمد، في حاجات ما فيهاش اوبشن تاني، طبيعي انها لازم تحصل، ما بتتعملش. لا لا، بس حماقه. ده حاجة راجعوا قصة العقود، تانية. راجعوا العقود. ماشي، انا ما فيهاش معاك في كلام، القصة دي. هنغلط نفس الغلطه لا عادي. لا، دي حاجة ودي حاجة، انا معاك. بس دي قصة تانية خالص، يعني ده لازم كان يبيع اللعيبة دي، ما مش هيلاقوا ياكلوا. مش هيلاقوا لعيبة تلعب. فهو ما لا، دي وجهة نظري الصراحة، مش شايف حاجة اختراع يعني في القرار ده، وانا شايف اللي هو اتفرض عليه. نفس الكلام والله العظيم، كان نفس السيتويشن بالظبط بتاع زيزو، والاداره اوت اوف يعني الشغل بتاع جون ادوارد، خدت قرار طب تحفه ما شاء ما الله، ويعني فاهم. ما تيجي نخش على الاهلي. يلا بينا يلا نخش على الاهلي. نبدا بقى على الاهلي، ونشوف الكلام رايح فين وجاي اه، منين. مستني حته الاهلي دي جدا. قوي. اه لا لا والله، عايزين يعني نتكلم على الامل، امل ايه؟ فقدان الامل، امل مين؟ الامل اللي كان عندنا يعني، اه، فقدان الامل، ومن ثم فقدان الشغف. ودي نقطه حقيره جدا حصلت في جمهور الاهلي، ده بجد احنا والله. فقدنا كل حاجه. اه واسباب، بص احنا عايزين نطربق الدنيا، اه، نتكلم في كل حاجه، انا مش عارف هو ليه في ناس كل حاجه نتنا حصلت ليه في ما ناس ما كانتش بس. بتتكلمش والله بص، كل يعني عارف انت يا احمد بحس بايه، في حاجات باينه قوي يعني لما والله تبان اعلم. بشكل فج ممكن حد ينطق، لا، ومش غير بيخشوا كده في تترمي ما يعني. بيخشوش اه برافو في عليك، يعني يترمي قشوريات. الإدارة غلطانة طب اه ما غلطانة بس يعني مش فاهم. وعارف لكن انت اللي يجي هو بقى ايه مثلا يطلع اه حوار مثلا ايه إمام عاشور امم اتخانق مثلا، يا نهار اسود اسبوعين مثلا اتكلم عن امام الشناوي وعدم مثلا. انتماء امام طب وغطيانة امام والقرف اللي بيحصل فوق ده. طب ايه يعني ما والبابا بتتكلمش وليد، معاه ليه؟ ده البابا، ده اه يعني. البابا. لسه هيقول اللاعب المصري لما بيتدلع، انت ليه تكتشف هنا سيكولوجية اللاعب المصري؟ أنا انت مش فاهم. خلصت كورة وبقالك 20 سنة، يقول لك اللاعب المصري سيكولوجية لما بيتدلع، مين اللي دلعه بقى؟ ايوه. وانا عايز يعني اعرف، فاهم. حوار بس هو ليه لازم مدير الكوره فكره يعني تبقى مربوطه بفكره نجاحه او فشله في ان اللعيبه بتحبه او لا، يعني او قريب من اللعيبه او هي لا. كاركتر على فكرة، هي مش ده المطلوب، لا، لكن اصل هو كاركتر وليد كده. كل ما نيجي لا، انا بحبه جدا والله. بس انا بتكلم عموما، ليه كل ما نيجي نتكلم مثلا يعني عن حد مدير كوره يقول لا اصل ده قريب من اللعيبه جدا، اصل اه ده كابتن بيحبوه قوي يا اللعيبه جماعة، بتحب. طب اسمعوا يا عم كلامه. طب حلو. يعني يعزموه في البيت او في العزومات بتاعتهم. لكن انا مش فاهم يعني طب سيد في عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ في الاخر هو بيتحب من ناس كتير جدا، وما اعتقدش ان كل اللي بينهم يعني عيش فينو وجبنه وطماطم، ايوه. عادي يعني، بينهم شغل وسيستم.
يعني كهربا بيحبه جدا، ومن اكتر الناس اللي خصمت لكهربا في صح حياتها هو سيد عبد الحفيظ. صح. وصالح جمعة يعني ما لهاش امام اي عاشور علاقه خالص شخصيا. يا جماعه. فانت مش انا في حاجات تعال غلط. انا تعال بس نرتب. طيب تعال نرتب. انا هقول لك بقى الترتيب، انت عارفه انا اتكلمت معاك اللي فيه. هو احنا في يوم من الايام يا جدعان احنا كنا ماشيين زي الفل ماشي، نمنا صحينا لقينا كابتن صالح حفيظ مشي. انا من اليوم ده يعني الاهلي في حاجه غلط فيك عيش. بجد والله. صح صح. من اليوم ده انا حاسس ان الدنيا باظت. حاسس ان الدنيا بايظه تدريجيا بقى، يعني كوادر تدريجيا بقى. لحد ما وصلنا كنا عايزين نجيب كوادر جديده. كوادر جديده عندها 66 آه، سنه. واحد سلمنايه كده حلوه، انت فاهم، بنطلون سليم جبناه يمسك عندنا، ما تفهمش ايه الفكره. والراجل يقول لك انا بحب العمل في الشركات اكتر. هو بيتكلم كده، بحب العمل في الشركات اكتر يا من عم العمل مش في الانديه. لا مش كوره. لا انا بتكلم والله العظيم، والله العظيم يا حليم، انا عارف ان الزهد حلو. ان انت تطلع يعني بتنقد نعمه ان انت مدير رياضي النادي الاهلي، يعني انسان يا غريب انت. تمام. ومقتنع ان هو بيقول لك انا مش حابب، وبعدين سالت 3 مرات ليه الاسطوره بيترفض استقالته ليه؟ انا عايز افهم زيد عبد الحفيظ ايه اترفض مش من غير ما يحصل كل حاجه والله. مره قال لك 3 4 مرات يا دكتور ابراهيم اطلب ان انا امشي ويقعدوني. يعني ليه عايز افهم والله العظيم. اللي بيتناقش في الاوضه جوه ده يا جماعه، يعني انا واحمد بنقعد نتناقش مع بعض، هنتناقش في ايه يا احمد يخلينا لا لازم الاسلام يفضل موجود. انا مش شايف ان اي حاجه لازم شخصا المواضيع لازم احنا ما كانش الموضوع ده ما اديناهوش حقه. والموضوع صعب جدا. يقول لك مش عارف اصل في لعيب مشاه روحه اللي هو كهربا، روحته في السوبر ليه؟ اللعيب ده شتم وشتيمه مش كويسه لمدرب النادي، رجعنا اعتذر لعب تاني ماتش. سليم قرار ضيق. هو قرار سليم سبعه. انت تفهمش والله العظيم. يقول لك اللعيبه اتحايلت عليا كده، قلت لهم طيب لو خدتوا البطوله اشيل عقوبه معاك. وانا اصلا بتاع بترول مش كوره، فانا معاكم في اي حاجه. فحاجات بجد كانت لا هو مش ده يعني مش مش كابتن محمد بس انت مش عارف اقول ايه. حاجه صعبه. هو كذا حاجه، يعني انت اصلا القرار من ساعتها انت في حاجات غلط تمام. احنا بس قبل ما ننتقد الاداره، لان احنا الحلقه دي اصلا انا جاي اصور اصلا، انا راجع اصور تاني عشان اتكلم عن الاداره. بس احنا لازم نتكلم ان يعني اداره الاهلي كانت ماشيه كويس جدا في اختيار مدربين الصراحه، من احسن المدربين. فايلر موسيماني كولر حتى كانت تجربه حلوه، كانت تجربه وريسك وجامده وريسك وحلوه وقرار جامد جدا تمام. فانت كنت ماشي كويس جدا، حققت كل البطولات، كان ممكن تحقق 4 افريقيا ورا بعض. اكتسحت بعد يعني لميت بعد 2019 لما خسرت 5 واتفشخنا من سان داونز. انت لميت من تاني على طول سنه انت خلاص ركبت تمام، رغم ان ساعتها يعني بس اللعيبه كان ليها دور كبير شويه عن الاداره. ما احنا مع الاداره اللي جابت اللعيبه دي. انا فاهم. يعني انا اقصد بس يعني نوعيه. برافو عليك، يعني دي نقطه تفصل. نوعيه لاعب زي حسين هم كانوا ماشيين صح موت جدا نفسه عشانك صح. فهو في حاجه حصلت مره واحده احنا مش فاهمين، يعني احنا عايزين حد يفهمنا يعني ايه اللي حصل مره واحده كده. الغرور. لا مش الغرور، هو انا بقى الموضوع والله الموضوع ابتدى يدخل في حتت يعني مش عايزين نخش يعني في ذمم ناس، بس الموضوع ابتدى يدخل في حتت مش كويسه خالص. لما يعني عشان نتكلم عن ماليات هنتكلم، ما انا داخل بقى ما انا بقى دي الحتت اللي انا مش عايز اخش فيها قوي. بس انت لما تغلط نفس الغلطه 3-4 مرات في غلطه العقود دي، برافو عليك. برافو. يعني مره 2 اقول ان ده عادي يا جماعه، حاجه غلط. يعني كله بيغلط. لما تفضل تجيب لعيبه كسر لا المدرب بتاعك بيطلبها ولا بتبقى محطوطه وبتروح تجيبها ولا حد يعرفها وتروح تجيبها وبعد كده يمشي. انا دلوقتي والله العظيم بس مش انت عارف مين اللي جاب خمس؟
ما مش والله العظيم مره اتقال سيد عبد الحفيظ، ومره اتقال المدرب، ومره اتقال ان هو مش عارف اسمه ايه، هلال ده ولا اسامه هلال هو اللي جابه والله، والثلاثه نفوا والله يعني. ايوه انا اللي جبت ممكن لو انت وحسام عندنا جبناه ولا حاجه تلعب يا اسطى كده زي النادي. ف لا هي الفكره كمان معرفش صاحب قرار، ما دي كارثه برضه. ما هو انت في حاسس منين؟ في عك بيحصل. انت لا بقيت عارف دور كابتن سيد عبد الحفيظ، ولا عارف دور كابتن وليد صلاح الدين، ولا عارف دور المدرب اصلا اللي هو المفروض يختار اللعيبه دي، ولا عارف دور لجنه التخطيط اللي كانت موجوده دي، ولا عارف دور شركه الكوره. انا مش عارف لا فعلا مش عارف دور لجنه التخطيط، مش فاهم الجمله ومش فاهم هم الكائنات تقريبا بيرقوا اللعيبه هم الكبار. لا يعني انا مش فاهم الكينونة الناس من ناحيه التخطيط من خططوا ليه قبل كده في حياتهم. ممكن هم يعلوا من كده مثلا مش عارف لكده تاني، بس هي في حاجه غلط ونفسي افهم يعني ايه تخطيط لايه. انت بتخطط النادي الاهلي ده يوصل لايه بالظبط؟ لا يبقى مثلا يحتل لا وخصوصا حريا لو هم حد يفهم. لا ما هي في حاجه مصطفى يعني حد ينسب الكريدت للناس، ولو الناس ما دي انا عارف، خططت ما انا عارف وجابت هم اللي جابوا حسين شحات ورمضان صبحي والناس دي. لا ما انا بقى بتكلم في كده. ما هي الكارثه ان اغلب القرارات اللي مثلا صفقه وسام انا صفقه وسام مش لا لجنه تخطيط ولا حاجه. وفايلر يجي مش لجنه في صفقات بتيجي ضغط. يعني الجمهور يشتم ارحل خطيب على رمضان. لا انا مش فاكر ان في قرار صح اتاخد كان اتقال لجنه التخطيط هي اللي خدته في النادي، يا اما بيبقى قرار انديفيدوال مثلا. بس تسمح لي نختلف في الموضوع ده بس دقيقه عشان ما ياخدش من الحاضر كتير. يعني هو في الماضي طبعا انت يعني انا واحمد صحابي يا جماعه احنا بقى لنا سنين كتير قوي، اكتر من 10 سنين صحاب. فانت عارف طبعا ان انا من زمن الزمن بعيد قبل حتى الكوارث دي، وانا شايف ان في غباء اداري بيحصل في الاهلي. دي حقيقه. تمام. وشايف ان في مواقف كتيره جدا زي رمضان صبحي وزي بلاوي كتير قوي. انا عندي قناعه من جوه ان التصرفات دي كانت غلط من اول تركي آل الشيخ، بلاوي كتير جدا بصراحه. مدياك انطباع ان والله العظيم ما حاجه، اقسم بالله كشخص انا بحب جدا كابتن محمود الخطيب جدا اكيد يعني. واحنا الاثنين بننافس الاهلي قمه الاحترام اللي في مفيش الدنيا. حاجه كده مفيش حاجه كده في الدنيا جدا. بجد. انا بنتكلم هنا يا جماعه المواقف الاداريه دي خلت من بدري عندي تخوف ان الراجل ده ينفرد بقرار. بصراحه انت راجل طيب، بص اهو انت راجل حضرتك راجل طيب قوي تمام. قد يصل الطيبه دي نوعا ما بصراحه لانها ايه، عارف انت الطيب ده ممكن ياخد قرار عاطفي ويسامح ويغضب ويسامح ويغضب، مش مبدأ. يعني هو عاطفي بزياده عن اللزوم، وده في الاداره ما اعتقدش انه افضل حاجه. يعني ممكن يكسبك لفتره طويله بعد كده يخليك تنهار، بعد كده يجي للناس لاج اصلا مش فاهمين حاجه. انت بتسامح شخص معين بعد كده شخص معين تقول مش هيدخل النادي تاني زي حسام عاشور، تقول مسامحه وتدخله النادي تاني. بعد كده شخص تاني غلط لا والله لازم يدخل بجد، بعد كده اروح اعين له محامي، بعد كده دي خطوه حلوه منك لا بعد كده الاقيه مش عارف التمرين ناس منزله صوره بتشيرت نادي الزمالك بيتمرن في الجيم ومش عارف ايه رمضان. حاجات غريبه انت ما تقدرش تبقى وليه بيان كامل وكل ده. كابتن اكرامي طلع قال ان كابتن محمود الخطيب وقف جنب رمضان صبحي لان بتربطني بيه علاقه جيده. مال الاهلي بقى بالموضوع انا مش فاهم والله يعني والله العظيم. على فكره انا مش انت فاكر انا انبسطت انا كنت متعاطف. لا انا شايف اللي هو يعني حلو ماشي، بس يعني مال الاهلي يعني ايه جمله وايه البيان ده يعني بيقول لك هو كابتن محمود الخطيب كلمني هاتفيا، كان حلقه مع مهيب عبد الهادي بجد يا جماعه ادخلوا اتفرجوا يعني لو حد مش مصدق النقطه دي. وقال ان كابتن محمود الخطيب اتواصل مع كابتن اكرامي وساله عن رمضان وقال له احنا مش هنسيبه مش عارف ايه. ولما اتسال مهيب عبد الهادي ساله قال له طبعا علاقتي جيده ومش عارف ايه، وطبيعي ان هو يبقى موجود جنبي في موقف كده. الموضوع ده بالنسبه لي مريب جدا. ما هي انت عارف ايه الفكره؟ تحرك الاداره القانونيه بتاعت النادي الاهلي تودينا في داهيه. ايوه سوري يا جماعه بصراحه بس هو يعني طب حركها في العقود حركها في قضايا بره بتاعت غش امتحانات يعني حركها في العقود. اعتقد ان احنا اولى يعني فاهم جماعه اميه فلوسنا واحنا اولى فاهم ان انت تحرك الموضوع شويه فاهم في عقودنا اللي متبهدله دي والمليارات اللي احنا بنقعد ندفعها على الفاضي.
غير لازمه. فانا شايف ان الغباء الاداري مش الشخصي اللي اتعامل بيه كتير من اداره النادي الاهلي قبل كده، انفرد هذا الغباء بالقرار، فالعشوائيه ظهرت. انا دي وجهه نظري انا يعني. انا حاسس ان اللي انت بتقوله ده المشكله الاكبر فيه ان الاداره متاثره جدا، ودي حاجه غلط جدا بالسوشيال ميديا. يعني حاسس اللي هم ايه اللي هيرضي بيج ماجيكانو مثلا. ده حقيقه، ده حقيقه نزلها. فنزل بيان احنا بقينا نصحى كل اتنين وخميس بيان. طب هو من امتى يا جدعان؟ في حاجات انا بجد ببقى انا ومصطفى بنبقى قاعدين بنقرا بيان، انا مش فاهم يعني ايه. بدون ما يعني نذكر نعمل اسم ايه؟ الصفحات، يعني في نبهة ازرق، بس انا بجد والله العظيم يا جماعه وحياة ربنا كان حصل في صفحه بعد ما طلع حكم على رمضان صبحي بيقول دي آية من آيات ربنا في الدنيا اللي يرفض النعمة من الأهل نزل بيان الله عليك يا أهلي، هو ده اللي بيقف جنب ولاده. انت تحس الموضوع عارف اللي هو ايه يا جماعة، طيب احترموا عقولنا عشان نقدر ان لا انا احنا مش هنخش احترم في نقاشك. فيديوهات وكده، لان هي دي 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 قصص. بس انا بتكلم بجد يعني ايه حوار البيانات اللي بيطلع؟ انا مش فاهم. في والله بجد بيان الكحة الكابتن محمود. يعني انا بقيت كل انا بقيت اقعد اقرا بيانات. طب انا مش فاهم يعني ده عشان ريتش يعني ولا عشان ايه؟ انا مش فاهم والله العظيم أنا مش عارف. يعني ايه طيب؟ مش فاهم ده ايه. وحاجه كمان، احنا بقينا نعمل تقريبا عيد ميلاد للاستاد، يعني كل تعصب كل حاجه. بتحصل مشكلة ده الاستاد ده، لا الاستاد يا جدعان، بيان للاستاد. طب فين يعني ماشي احنا مش متاخرين ولا حد طالبك بحاجه، يعني ايه ده؟ ايه الشغل؟ ليه؟ ايه انا عايز اقول لك يا احمد لما فتحوا موضوع الموضوع اللي هو ان الناس تحط صورها على الاستاد من بره، ناس كتير جدا دفعت. ايوه حتى جزء البريميوم بيقول لك كومبليتد. ايوه انت متخيل؟ مش تدفع مستاهله أرقام يعني كبيرة الشغل جدا، ده. الناس كلها تمام. ما هو انت بص، ما هو انت لو وكل مره يعملوا تدشين مش عارف لشركه جديده دي مثلا، والله دي ما راحت فين. ايوه، ما هي الفكره في حاجه، الفكره اللي هو الاداره لازم تفهم ان في ناس في الجمهور مش كده، يعني في ناس مش متعلمه مش يعني فاهمين. ما كملنا تستخفوش عيش بعد ما ابتدائي. تستخفوش بعقول الناس يعني. احنا عارفين والدنيا دلوقتي بقت عم مكشوف جدا. انت لما تجيب صفقه وتبوظ ويبقى فيها شبهه، فهي باينه جدا. انت ايوه حظك ان في ناس بتخاف تتكلم، او هي واخده اوردر ما تتكلمش، الله اعلم. بس هي بتبقى باينه جدا. انت الفلوس دي بتروح في يعني بيحصل بيها ايه ولا بيها. فانت يعني دي كوارث. انا مش عايز ادخل فيها قوي برضو، عشان يعني دي ذمم ناس، فانا الله اعلم باللي بيحصل. يعني احنا بعاد قوي، بس هو في حاجه غلط. تعالى نتكلم في اي حاجه بعيدا عن الذم. يعني انا مثلا نكمل والله العظيم على الجزء الاداري اللي هو من بعد سيد عبد الحفيظ، لانك قلت جمله حلوه قوي ومن بعدها ما شفناش خير. والله ده بجد في كوارث حصلت. كوارث من ضمن الكوارث من وجهه نظري وجود سيد عبد الحفيظ في اداره النادي الاهلي. انا رايي دي كارثه. عشان نسكت الجمهور وجهه برضه. نظري دي كارثه. يعني طبعا برافو عليك. يعني طب انت برافو عليك. طب ما ترجعه مكانه، كلام ده صح انسب وقت. 100%. والكلام ده يا جماعه يعني نصيحه والله العظيم لله. عايز تراعي ضميرك في شغلك، ما تقعدش تركز الناس بتقول عليك ايه. انت بتتكلم صح جدا ان اداره النادي الاهلي كل تفكيرها اسكت الناس ازاي وخلاص. اقول لجمهور الاهلي بتحبه اهو جبتهولك، مش كده مش كده. طيب حسام غالي صريح وواضح، هيبوظ لنا الدنيا وهيتكلم على الدغري. يلا يا عم اتكل على الله. والناس كلها ساعتها هجمته، ودلوقتي الناس بتقول لا ده كان عنده حق. يعني الراجل عنده كلمه حق، وكان عمل زي الجمهور يا جماعه. وحسام غالي قلب جدا من بعد موضوع الانسحاب قدام الزمالك. قلب ده مش النادي الاهلي، مش احنا اللي ننسحب ونمشي. يعني خد قرارك وكل حاجه، لكن بالظبط غلط وانت رجعت فيه. بالظبط وانت رجعت كمان فيه. يعني هو كان ضد القرار الاول والثاني. ايوه اذا خدت قرار غلط خلاص كمل. لا برضه فهو ما حبش يبقى جزء من العبيد. يعني انا اسف يعني ما حبش يبقى فولور، ما حبش يبقى بالمنظر ده. هو في شخصيه كابتن النادي الاهلي المفروض تبقى عامل كده. يا كابتن محمود المفروض يبقى ده شخصيه كابتن النادي الاهلي. لما تيجي تاخده معاك في الاداره لازم تبقى عارف ان دي شخصيته. كابتن سيد بالنسبه لي هو اداري ناجح على مستوى فريق الكوره، مش اداري ناجح بشكل عام. ليه نقعد نسمع يا احمد فكره ان كابتن سيد عبد الحفيظ بيفاوض بقى هو المره دي بنفسه المدرب، وبيفاوض هو بنفسه مدير فني، وبيفاوض هو بنفسه الجهاز المعاون، وبيفاوض لعيبه. مش دوره، مش دوري. انا مش دوري خالص ان انا اعمل كده.
يعني دي لا بتاعتي ولا هستفاد حاجه ولا هتفرق في اي حاجه خالص. انا ليه اعمل كده يعني؟ فاهم؟ انا في الاخر انا بخسر وهخسر الناس، انت فاهم؟ حاجات كتيره جدا، والناس هتخسر فلوس، الناس هتخسر ثقه فيا، وانا الحل. ما انت اللي طلع فيك كامل، صح. ما عندكش النظره الفنيه. ما حدش قال كابتن سيد نظرته الفنيه تحفه، لا وهو بيختار اللعيبة. كابتن سيد روعته وعبقريته في التعامل مع اللعيبه. الله ينور عليك. يعني قريب من اللعيبه، يبقى قريب من اللعيبه مش ومعاها كل يوم بس كده، هي دي. وبيشوفها هي دي. ويعرف يعمل نظام في اوضه اللبس. انا ما شفتش كده في يعني ايوه الصراحة. انت بتفهم ليه؟ هو مش قادر، لا هو مش قادر. ويعرف انا بص يعرف يجيب حق يعرف اعلاميا يشقلب الدنيا، يقلب الموقف. ما هو ده مش دور فاهم؟ الاداري. الاداري معنى الاداري، أيوة. الاداري في فريق كوره، الاداري يا بس انت جماعه اصلا هو كاداري انت اصلا ليه هتقعد تطلع؟ ده غلط اصلا انت تقعد تطلع تتكلم. تعالى نقول وتحكي. حاجة من امتى معلش. كان اداره الاهلي برافو بتطلع عليك. تتكلم وكده؟ تعالى نقول حاجه معلش رزله شويه. اللي انا اتعلمته من بابايا، يعني هو كان بيدي كورسات مانجمنت ومش عارف ايه، ان الاداره عامله كده. كل ما تعلى في الليفل يقل التعامل الدايركت مع اللعيبه اكتر، والناس ماشي على والاعلام الكورة. وكله ويقل التعامل مع الاعلام ويقل كده، ويزيد عندك نسب التخطيط وعلم الاداره والمسؤوليه وتحمل المسؤوليه والكلام ده كله، وينسب ليك الانجازات بشكل اكبر متخفي. يعني مش لازم هقعد اقول مثلا ايه كابتن خالد مرتجي هو السبب ان احنا خدنا دوري ابطال افريقيا. مستحيل. ايوه مستحيل، صعبه بعيده. ليه؟ انا كل مهمتي مهمه تخطيط اكتر، تنسيق اكتر، اقدر اوصل المنظومه دي ببعض، اقدر اعمل كونكشن كويس ما بين الاداره وانا فوق، ما بين كابتن ميدو صلاح الدين، واديله السبيس بتاعته يتعامل مع اللعيب. هو مش قادر، هو ما بيعرفش، مش دوره، ما تعلموش. عشان كده بينزل يقضي على شخصيه اللي تحته. والله العظيم كابتن بيخلص عليه. كابتن وليد صلاح الدين ده كان ينفع قوي مدرب عام مثلا. كنت بحب اسمعه قوي او محلل فني كده. محلل فني لجنه تخطيط ينفع. راجل فكره حلو جدا، وانا بعشق ان انا اسمعه في الكوره. ما انا بقول دماغه حلوه وتفكيره فنيا فقط. ايوه صح. لكن احنا ولا عنده قدرات شخصيه اداريه تحفه، ما نعرفش الله باين ليه. يعني ليه كده؟ ليه انت اصلا بتجيب رموز تحرقها؟ انت اللي غلطان، لان السلكشن عندك غلط. بالظبط. جزء من علم الاداره يعني. بالظبط. وانت عندك الاختيار بيبقى خاطئ يعني. طيب احنا بعد سلم قررنا مع الوايد ليج. لا تمام. ورحنا الاختيارات اسوأ في اسوأ. انا مش رحنا فاهم كابتن كابتن محمد محمد يوسف. يوسف ده يعني ده كان يعني انا نفسي افهم محمد كمدرب ايه ليه علاقته بالاداره والتخطيط. انا مش حتى كمدرب عليه كومنتات. بس خلينا يعني يعني ليه نفهم اداريا بقى ايه العبقريه، ليه يعني اللي خلت كابتن محمد يبقى اختيار واللعيبه بتحبه لحد دلوقتي موجود. ما مش فاهم انا مش فاهم دوره والله بجد. مش فاهم هو الشخصيه انا متاكد والله العظيم مستني حد يكلمه يفهمه. اعمل ايه يا اسطى؟ اعمل ايه؟ طيب يعني والله العظيم انا اسال سؤال بورد الله والله يا احمد، رد عليا كواحد انت بتسال لازم ترد. يعني اعتبر نفسك ماشي متحدث باسم الله. ماشي. من ضمن المتحدثين يعني. دلوقتي في ازمه ضربه الجزاء بتاعت سيراميكا. عايز رد بقى واضح. ماشي. دور سيد عبد الحفيظ عضو مجلس اداره نزل الملعب لو في مشكله ومش عارف ايه، وبيحاول يساند مدير الكوره فاهمين. يا شناوي لا هيوقفوه، كان بيجري ورا. تمام. اللي في النص بيعمل ايه؟ يعني انا والله العظيم نفسي افهم. اللي في النص ده اللي هو المدير الرياضي. لا ما نزلش خالص. ما شفتوش اصلا، ما جاش في الكادر. بس عايز افهم. طب ما هو ممكن يكونوا مشوه واحنا ما عندناش معلومه. لا والله لا يعني بس هم بيقولوا هيلغوا منصب المدير الرياضي، هيخلوه كابتن رياضي. ايوه اكيد هيلاقوا بوزيشن. والله العظيم كان بجد. يعني هو اتقال خبر ده ان هم هيلغوا وهو موجود. يعني انا بس هيشال له الكرسي يروح اي حته. انا مش قادر افهم بتعمل ايه. وهو صراحه على فكره اي شخص الناس طبعا هم انا ما عنديش ان هو اصلا، فانا قاعد ماشي لما يجيبوا وانا قاعد في البيت كابوس جامد. يلا يا عم اتكل على الله. مدرب انت محتاج ايه؟ انا محتاج كذا كذا. حاضر بقى عريضه ربنا بس ربع
جالي رسائل دايركت يعني ما تقولش يا جماعه. يعني الموضوع والله العظيم بجد على فكره برضو كله يبقى فاهم بس النقطه دي يا جماعه، ده مش انتقاص من حد. لا لا والله خالص، الناس دي محترمه وبتحب النادي الاهلي، دي حقيقة. والناس دي قبلت وفي أي بكل وقت، المهمات حتى كانت ودي على يعني فكرة إدارة كابتن صعبة. محمد رمضان دي حقيقة على فكرة والله، ليه طبعا يعني محترم جدا، والله محترم جدا بجد والله. بس والله هو ما بس انا يعني ضحكني النقطه دي وعمري ما هنساها يا جماعه بصراحه، بتاعت فكره ان هو بيحب اكتر شغل الشركات ومش بعيد عن كره القدم. انا مش فاهم ازاي انا اعمل كده في حد، ليه اصلا؟ ده حرام، ده كيوت. انا ما جيتش حد بيقول لي انا عايز اشتغل موظف سيبني في حالي واقول له تعالى يا ابني النادي الاهلي. موضوع تقيل قوي يعني بصراحه، ولا حتى طلع الجيش يعني هيبوظ الدنيا. طب بس النقطه دي يعني فاهم مهم ان احنا نوضحها للناس يا جماعه. احنا اي حاجه احنا بنتكلم عن الناس دي ما عندهاش نو هاو، السلكشن دي كان خاطئ والاختيار كان خاطئ، فهو اللي ادى لطريقه الشغل اللي خلتنا ننتقدها. واحنا بنحب الناس دي جدا والله، يعني مش قصدنا اي اهانة يعني، بس هي الفكرة احنا واخدين الموضوع بهزار، عشان هو لو انا بجد يعني هنقول كلام يضايق. مش هيبقى لذيذ يعني، فاحنا بنهزر وكده عشان طيب ايه الحل يعني؟ ما والله الإدارة تمشي، انا شايف كده. والله بجد انا مش فاهم اصلا يعني ايه رئيس نادي. انا متعين يا جماعه عشان انا عندي مشاكل صحيه، فانا هسيب النادي اللي ما عندهمش مشاكل صحيه، عندهم مشاكل نفسيه. ما اقصدش والله، بس انا عايز افهم. لا 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 ما اقصدش والله. يعني هم اجدع ناس في الدنيا. استاذ ياسين منصور طبعا اهلاوي كبير وراجل ادارجي ما حدش يقدر يتكلم. ده عبقري. وياما هو وعيلته كلها ساعدت النادي الاهلي من زمان خالص، صفقات كتيره. وكابتن سيد عبد الحفيظ كويس جدا، بس انا سؤالي والله العظيم طب ليه؟ انت لازم تبعد عن الصوره عشان صحتك. طب تفضل ليه؟ والله العظيم عايز حد يجاوب اجابه منطقيه. مش عارف صراحة يعني طب يا جماعه طب ده مش ايه عارف. ده؟ انا كنت شايف الفترة دي كانت هتبقى حلوة قوي. يعني الفترة انهي فتره اللي هي يعني قبل الانتخابات الأخيرة دي كانت حلوة قوي كده، كنت هتبقى ما حققت كل تمشي. حاجة يعني ليه بجد؟ ونفضل نكمل بيانات السفر لالمانيا ما أنا ليه؟ ليه رئيس النادي الاهلي يطلع في 3 اعلانات؟ ليه؟ بس احنا الاسم كابتن ده براند برضه يعني. براند ليه هو شخصيا؟ ايوه ليه يعمل كده وهو في النادي الاهلي؟ لا كابتن حسن حمدي بجد لو كان فتح باب حاجه زي دي لا بس هتطلب في اعلانات. كابتن صالح لعيب سليم كبير. مش هتطلب في اعلانات. لا بس لا دي يعني انا مش يا معاك راجل، فيها قوي يعني. يا كابتن راجل. محمود خطيب ده ايوه لا انا بتكلم هو يوافق ولا لا؟ كبراند يعني. هو يوافق ولا لا؟ رئيس النادي الاهلي لما تخرج من النادي الاهلي اعمل اللي انت عايزه، انت حر طبعا. انا عارف ان كل دول كباتن النادي الاهلي على فكره، وكباتن قبل كابتن محمود الخطيب طبعا، هم اللي علموني يعني ايه اداره. انا بتكلم بس في الاخر يعني ايه انا دلوقتي رئيس النادي الاهلي بقول انا عندي مشاكل صحيه وسايب الاداره للنادي واروح اعمل 3 4 اعلانات في رمضان. انا مش متفهمها بصراحه، ومش فاهم في الظروف دي كمان. يعني انت بتعمل ايه وليه؟ طب ما خلاص تمام. حققت كتير جدا، موسم وقع منك حصل خير، ادي الفرصه كابتن ياسين منصور واستاذ ياسين منصور يمسك النادي ويبدا يعيد تاني تجديد او يظبط الدنيا. لا ما تعملش كده، انت برضه عايز تفضل في الصوره. الموضوع ده بالنسبه لي مؤلم جدا والله العظيم بتكلم بجد، ومش مفهوم. بعد كده قال رسميا هتنازل عن صلاحيتي رسميا من سوريا، ما هتنازل عن صلاحيتي. طب ليه ما نزلش؟ ما تنازل تماما يعني فاهم؟ محدش هيفرق انا اسف والله، مش محدش هيفرق معاه لو انت مالكش شعبيه. هو الناس قرفانه، انت كده ده منظرك ان انت بتخلع. طب ليه ما من الاول بشكل كويس؟ ايوه كنت اطلع بصوره محترمه وخلاص، ويا جماعه انا بره الصوره. انت فاهم؟ بس هي ملحوقة يعني مش عايز شخصا بس الموضوع نتكلم على شخص بعينه يعني، بس هو بشكل عام. قول لي شايف الحلول ممكن تكون ايه؟ ايه الحلول مثلا؟ قول لي كام حل، 5 6 حلول النادي الاهلي. نقعد نناقش فيها. الدنيا تتظبط ازاي دلوقتي؟ خلاص احنا بص فوق هو الفكرة ان احنا عندنا مشاكل روشيتا يعني في كل حتة، إدارة ولعيبة وجهاز فني يلا امسك والجماهير. نقط. احنا اتكلمنا عن الإدارة خلاص يعني. ما انا شايف اللعيبة عليها دور كبير قوي الفترة اللي فاتت دي والفترة دي، وهم ما كانوش قدوا الصراحة، وهو ومظلومين في نفس الوقت. تمام. الدور اللي انا بتكلم فيه اللي هم يبقوا رجالة بس مش اكتر يعني. انت موت ك بس على الكورة.
كاسم امام عاشور، كاسم زيزو، كاسم بن شرقي، كاسم تريزيجيه، بس انا مش هتكلم عن تريزيجيه. تريزيجيه راجل ك بجد، لا تريزيجيه من اللعيبه الرجاله القليله اللي بتلعب دلوقتي. بيلعب بروح. بس هو بيلعب راجل، بس يعني ممكن تحتاجه مصارعه حره ولا حاجه. ف يعني انا عايز يعني روح بس موت هو نفسك في الملعب وسيب النتيجه على هو ربنا يا عم. مدرب كده استبيع. الاداره للاسف حطتنا في حته انا اول مره اشوف في حياتي. يعني حاجة صعبة حاسس فاهم. حاجة صعبة. يعني انا مش فاهم يعني ايه مدرب هو عايز يمشي واحنا عايزين يمشي، بس 6 أيام لا أجازة. ينفع نمشيه 6 ايام اجازه ولا هو يمشي وست ايام اجازه كوارث. فانا يعني محطوطين في حته وحشه قوي انا مش فاهمها وما شفتهاش قبل كده في العالم كله. اللي انت تبقى مدرب جايبه مش عارف تمشيه يعني عشان ما تدفعلوش عقد مش عارف قد ايه ده، كان كتير قوي يعني. ده انا نفسي اعرف مين اللي كاتب العقد ده يعني. اللي بوظنا من كده بوظنا اكتر. يعني انت لسه غلطان نفس الغلطه في ريبيرو وقبلها في كولر. تمام. طب انت بتعلم من الغلطات دي، انا مش فاهم. طب انت يعني بص مش هخش في الحتت دي برضه عشان زيمة يعني بقى يعني زيمة. الحاجات دي مهما سألنا مش هنفهم ولا حد اكيد هيطلع يتكلم فيها ولا حد هيحاسب. وهي دي الازمه، احنا اللي هندفع الثمن. احنا الجمهور اللي هنستحمل مدير فني ده لحد ما تخلص السنه. وضيع لك السيزون، تمام. ترجي ثالث طريق للعلاج الحالي، انا بتكلم دلوقتي دلوقتي دوري في الملعب. لعيبه وكابتن سعد عبد الحفيظ يعني مع اللعيبه بقى ربنا يكون في عونه. الجمهور كده مش مقصر. لا يعني بص والله العظيم مش عايز اكبر الموضوع زي ما بان ان احنا يعني نكون شعبيه، بس انا عايزك تقول كلمه للجمهور الاهلي بالعقل وانت فاهم الظروف برضه اللي تخلي الجمهور. انت شايف ايه اللي يخلي الجمهور يجري تاني ورا النادي؟ بص انا اكتر حاجه مقتنع ان هي بتفرق جمهور الاهلي عن اي جمهور في مصر اللي هو جمهور واعي جدا. تمام. وبيبقى لا بينفخ ولا دايما بيطبل. لا ماشي. فهو لا بينفخ ولا بيطبل، ولما بيشوف حاجه غلط بيقول عليها غلط. تمام. يعني امام عاشور حلو النهارده، انا هشكر في امام عاشور النهارده. امام عاشور وحش النهارده، انا هفشخ في امام عاشور النهارده. فهو ما عندوش اله. كابتن محمود هو في اغلى من كابتن محمود خطيب عنده يعني؟ لا طبعا. في ابو تريكه ما علينا. يعني الاثنين دول اكيد. واذا اخطا ابو تريكه في حق النادي الاهلي عادي جدا وهيتهاجم وكل حاجه. فلا يقلب على كابتن محمود خطيب عشان شاف حاجه غلط. فدي اكتر حاجه فرق اصلا النادي الاهلي. والنادي الاهلي محظوظ بيها ان عنده جماهير دايما مش بتطلع له مبررات، دايما بتطلع المشكله وبتبقى واعيه اللي هي تتكلم فيها ازاي. صاحبي في وش قلت كلمتين حلوين. فالجماهير انا اقول لها حاجه يعني ربنا يكون في عوننا جميعا، لان هي اوسخ ساعه ونص احنا بنعيشها في حياتنا دلوقتي والله العظيم بجد. بتاعت ماتش الاهلي دي انا ببقى قاعد انا مش بلالين محمد هاني. انا نفسي افهم ايه خطه السمبوكسه اللي احنا بنلعب بيها دي. الوينجات كلها بره وقاعدين نلعب كده. بص اقذر كلمه في الكوره وحياه ربنا العب سهل. ما ده مش سهل او ده مش اللعيبه كلها اهو فاهم. هي ما اتحركش بعديه اهو. تمام ما غلطش والتاني وسلم كوره اهو مش عايز يعمل حاجه صعبه فاهم يدي ريسك. بص هو برضو احنا مهما هنلف وهندور هنرجع للاداره. ان انت حوار لا الاداره انت حوار التفاوت بين المرتبات ده بوظ اي فريق بصراحه. لا مش كده يا راجل، مش كده يا عم. يعني ده ما بيحصلش كده. يعني ايه انا يبقى عندي مثلا، ما انا هقول لك حاجه برضو، ما احنا عشان جمهور واعي لازم نتكلم فيها. يعني ايه انا عندي يبقى لعيب، مش لعيب واحد بقى، عندي حسين الشحات مثلا لعيب كبير جدا 6 ماتشات هيبقى اوت فري. لا انا بتكلم على السنين اللي فاتت مثلا. ماشي عندك لعيب كبير حسين الشحات ضحى بفلوس كتير قوي. امام عاشور شايلك بقاله سنتين الصراحه، دوري ودوري ابطال، لعيب جامد جدا. هو حرفيا يلعب مهاجم يلعب مهاجم يلعب وينج يلعب وينج ارجع دافع، وده احنا شفناه. تمام. يعني ايه اجيب لعيبه تاخد اكتر منهم 6 اضعاف عمرها في حياتها ولا ما خد 5 دوري ابطال اضعاف. افريقيا. عمرها في حياتها ما حققت نص ايه ربع اللعيبه دي حققوه. ولا اساسيين في منتخب بلدنا ولا ده مش اساسي في المنتخب ده بجد والله.
ولا مش بنقص من اللعيب ده، بس هو ده اداره. يعني هو انا مثلا كزيزو حد يعني هزعل لو انا اداره جت قالت لي ليه أنت تمن، بس ليه تمن انت فشخت اوضه اللبس. ليه تمن، والتمن ده انا شايف ان هو بيدفع، ده طبيعي انه لازم يدفع بصراحة، انا حابب عاجلا عاجلا يعني. حابب اشيد بس في كام لعيب. مين بقى؟ حسين الشحات، مروان رجولة عطيه. رجولة. بشوف ناس بتهاجمه، بس هو يا جدعان والله من اللعيبه الوحيده طبعا اللي مستواه طبعا ثابت، طبعا. وهو بيقوم بدور امام عاشور وبالرمضان اللي هم مش شايفين كل واحد قدامهم بيتفرج دلوقتي. عليه، بجد والله والله بيتفرج. هو الوحيد اللي بياخد الكرة من تحت وبيطلعها لقدام. محمد هاني، والله في ناس هتستغرب من الحوار ده، بس هو السيزون ده راجل بنادي والله راجل بجد وبلوت. ومسؤول. هو عنده ايوه لا غلطات صح، ساذجة، بس هو عاجبني ايوه جدا صح، لا لا السيزون صح. ده. بس وعلى فكرة محمد هاني ده بيطحن بدنيا، مفيش غيره في مصر، بيلعب كل ماتشات انا المنتخب. مش فاكر لو في امتى. منتخب اولمبي ممكن يروح يلعب باك رايت برضه. بيجي النادي الاهلي لو ماتش الناشئين مفيش باك رايت ممكن ينزل يلعبه. ايوه حرفيا هو ما ينفعش يتغير بصراحه. لا ما يعني لو ينفعش. نزل احمد عيد هنشوف حاجات وهو دلوقتي اصلا صعبة. اللعيبه بقت تشوف هو فين وبتديله الكوره. انا يعني ما بيحل. بيحل والله بيحل على الاقل، يعني بيعرف يمسك كوره بدل طب انا بس برضو عايز اقول كام كلمه كده بصراحه. سمعني بقى. اول كلمه، الاداره، ما يعني عارف انت كلمه لا كلام على طعام، الغضب كله وقته مش دلوقتي، والكلام والحساب هو هيحصل يعني شئته سواء بقى ما كسبت شئتوش. سواء كسبت الدوري او لا على فكره هيحصل الحساب ده، هيحصل وهيحصل مش بايدك ولا هيغطيه بطوله الا اذا كنا فعلا كلام احمد كله غلط وجمهور ما عندوش وعي. لو احنا مجرد بطوله بطولتين نسينا كل السوء الاداري اللي حصل ده، والناس دي ما اتعلمتش الدرس بشكل كويس، فهموش ان الجمهور ده هو انتوا اساس النادي الاهلي. ده كلمه الجمهور برضه، احمد قال كلمه صح جدا، عندك وعي، وانت اللي بتعلم ما بتتعلمش، انت اللي بتعلم الاداره تمشي صح. انت اللي تقول للعيبه استرجلوا لما بيقعدوا خلي عندك دم والعب بقى يا عم. الحرقه اللي في صوتك واصله بتوصل لنا احنا واحنا قاعدين على التلفزيون، حتى الناس العاديه لو مش اهلاوي حتى يقول لك والله اول ما بيجي جون بنقول الكلام ده ولا لا، والله العظيم عشان الناس اللي هناك دي والله. فواصله حرقه الدم، واصله رجولتك انت، مش رجوله اللعيب، واصله رجولتك انت. وفي رجاله بيسمعوا الندى ده زي حسين الشحات زي ما انت قلت، ولاعيبه كتير جدا رجاله، وفي لعيبه لسه ما فهمتش يعني ايه النادي الاهلي، ومش غلطتها والله. يعني هي مش غلطتها، هي غلطه جزء من الجمهور دلع بما يرضي الله، وده كان خطأ كبير جدا. دلعنا لعيبه ازيد من اللازم، دي مش طبيعينا، خرجنا من توبنا يعني. ونقطه اخيره بس برضو للاعلام، تمام. في حاجات يا جماعه بتحصل غريبه جدا، وفي مشاكل بتتقال حصلت السنه اللي فاتت ليها علاقه حتى بالحكام الاجانب، والكلام ده كان بيتحتم عليه بطريقه غريبه جدا. اعلام الاهلي، وانا مصر على الكلمه دي، وانا عارف انا بقول ايه كويس قوي يا جماعه، لان انا 24 ساعه يا احمد انت عارف بقعد اتفرج على البرامج الرياضيه كلها، واحنا عايزين واحنا بناكل او فاتح بعد معاه ايه يا عم؟ كله والله كله بمعنى كلمه وحياه ربنا. بطلع البرنامج ده اخش على ده اخش على ده اخش على ده حرفيا. اقسم بالله اعلام الاهلي بقى ضعيف جدا، وتاثيره ضعيف جدا. بقى واحد اهلاوي قاعد وسط 2 3 زملكاويه ما بيعرفش يقول ايه، فبيكتم على الموضوع وخلاص. بقى الحياد عندنا ان احنا لو شفنا غلط ليه علاقه بان الاهلي مظلوم اكتب على الموضوع ويقول لك ايه، لا لا الاعلام تلاقيه قفل على. خلينا بس دلوقتي في الملفات اللي احنا فيها، وبعدين يعني طب هو احنا الحق ده هنقف عنده امتى؟ فيا ريت اداره النادي الاهلي تركز ان الاعلام هيبقى قوي، تسمحوا لجماهيركم انها تعمل كل حاجه، تحضر ان شاء الله تدريبات في التتش، حسسوا الجمهور بقيمته. لو انتوا عارفين قيمته، يعني لو انتوا فاهمين قيمته حسسوا الجمهور بقيمته صح. يعملوا زي ما اداره الزمالك كتير بتعمل، عينوا باصات كتير، خفضوا على الجماهير التذاكر المرحله الجايه. يا راجل مش عارف تاخد القرارات، يا راجل بتدفع ملايين اليوروهات في خرف العقود، قرف في العقود وغباء. اعمل ده لجمهورك، ابسط ما فيه اعمل ده لجمهورك، نزل التيكتس، اعمل اي حاجه نظيفه للجمهور بجد، حسسه ان انت بتعتذر له يا عم، يعني اعتذر.
وانا عايز اقول اعتزل حاجه، بطريقه مباشره او أقول غير حاجه مباشره معلش، يعني. واعلام قوي ده يا جدعان، مش يعني ان انا اطلع كابتن اسامه حسني يقعد يدافع عن خالص خالص، كده. ده لا بيسيء لا لا والله. ده الناس دي بتسيء للنادي الاهلي. يعني ده برافو عليك، عيب برافو عليك. يعني ان انا قناه النادي الاهلي صح تبقى دي التوجه بتاعها، صح. يعني واحد احنا يطلع جماهير ينتقد. النادي الاهلي مش عيال صغيره عشان انا ابقى مش شايف ومستني مذيع ولا لعيب كوره قديم يجي يزعق لي ويدافع عن حاجه احنا شايفينها. فده مش ده ما ينفعش اصلا، ده مش اعلام قوي، ده كده اعلام مضلل واعلام ده مش اعلام اصلا، ده انا مش فاهم ده ايه ده يعني، مش عارف في لفظ انا فاهم مش هينفع اقوله، بس ده ايوه مش طبعا، كده. لا 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 طبعا بقى. المهم في الاخر ماتش احنا جايين عليه جامد قوي. توقعاتك اول تاني تالت للدوري انا حاسس ان 2026؟ الزمالك مش ها؟ هياخد الدوري، رغم ان هو يستحق والله يعني، هو تقيل عليا قوي، بس هو اكتر حاسس فريق مين بالنسبه بقى؟ لي يستحق. اهلي لا والله برضه؟ حق لا ربنا، اقسم بالله وحياة ربنا فنيا والنعمه دي، سيراميكا سيراميكا تلعب كرة احسن مننا بجد، احنا ما بنلعبش كرة رابع اصلا. يعني. يعني انا عايز، مش عايز عشان حلفان، انا عايز اقول سابع كمان، بس خلاص بقى اللي حصل حصل بجد. احنا انا مش فاكر اخر ماتش شفت الاهلي فيه بيلعب حاجه عاديه كده، احنا انا فاكر السوبر تقريبا. اه والله بجد بجد قبل افريقيا بس. فانا شايف بيراميدز هتاخد الدوري مش عارف ازاي. بيراميدز. يعني الزمالك والتاني مين والتالت مين؟ التاني بقى انت شايف الزمالك يعني فنيا، انت شايف الاهلي اه ضايع. انت عايز حق ربنا ولا امنياتي؟ ما هو لا امنياتي اكيد. امنياتنا معروفه، لا حق ربنا لا حق ربنا الزمالك ياخد او الدوري. بس فنيا. انا توقعاتي فنيا بيراميدز هياخد الدوري لان الزمالك بيراميدز. هيقع الفتره الجايه دي. طيب، وانا شايف برضو انه ممكن بصراحه بنسبه كبيره اللي يكون الاول ان شاء الله الاهلي. مش عارف ليه، بس هو احساس جوايا كده ان الاهلي هو اللي هياخد الدوري احنا دايما بصراحه. جوانا الاحساس ده يعني، مفيش حد مش جواه الاحساس لا ده، هقول لك بس انا مستحرم اقولها. لاسباب منطقيه حرام. شويه. حاسس ان الجمهور هيولع. انا نفسي ان ده يحصل. الجمهور الاهلي لو يعني لو ركز قوي في ان هو اللي يدعم بطريقه قويه جدا، تحس ان هو ممكن ياخد اللعيبه يروح بيها حته تانية خالص. بس مصطفى انا حاسس والله ان اللعيبه ما بقى يعني، مفيش دم. حاسس ما فيش دم لا الصراحه. صدقني هيبقى فيه مش والله. كده يعني، بس لا بس الزمالك انا يقع. حاسس اللعيبه مظلومه يعني برضه. بص الزمالك يقع وقعه، بس وقعه واحده وده اللي هيحصل هيحصل. سواء بيراميدز او غيره على فكره، لان الزمالك بدنيا منهار حرفيا، وانت بدنيا مفيش اصلا. هتنهار من انت ايه؟ بترتاح من الراحه اصلا، مش انت فاهم انت يعني ممكن ايه اللي تنهار من هيحصل. الراحه يعني، فاهم؟ تتضايق من انت الناس تزهق من البيت عايزه تخرج يعني. فحرفيا انا مقتنع ان ان شاء الله الاهلي هياخد الدوري. وبرده ده يخلينا نبني على نضيف، مش معنى ان احنا لازم نخسر كل حاجه، مش معنى النعمه اللي ربنا اداها لك انت عندك جمهور يقف جنبك، بس مش حاجه تانية. جمهور وعندك فلوس يقف جابت لك جنبك لعيبه يعني المفروض تشيلك في الاوقات يعني. دي المفروض. الحاجات دي انت بتستخدمها بأسوأ تصرف. الحمد لله ان دي مش بايدك تستخدمه، اللي هو جمهور النادي الاهلي هو بيستخدمك وبيستخدم غيرك عشان يصنع اسم النادي الاهلي. فان شاء الله الجمهور هو هيبقى اول باور، دي وجهة نظري، انت تقدر تقف بيه قدام نادي الزمالك وقدام بيراميدز. ان هم لو بيراميدز عمل اي نتيجة ايجابية غير الهزيمة، الدوري بتاع النادي الاهلي ان شاء الله. مش بيراميدز. لا الدوري بتاع النادي الاهلي باذن الله يعني. يا والله يعني يا ريت احنا نعزم ال 300 واحد اللي بيشوفونا على حاجه 140. 140 طيب انا اولا مبسوط جدا ان احنا رجعنا بعد صح كان بعد وحشني 7 شهور نتكلم في كوره، وفي كلام كتير قلناه ودلوقتي الناس بتتكلم فيه، واتكلمنا في كلام كتير جامد قوي الاهلي والزمالك، ما نكون غطينا اغلب الكلام يعني وقلنا كل حاجه. وانا عارف ومتاكد ان في نسبه كبيره قوي من الجمهور كان نفسها تسمع الكلام ده، فيا ريت الكلام ده يوصل لكم. وفي ناس هتشتمنا وده طبيعي. احنا هنشتم، احنا هنتحبس طبعا مش هنشتم. يا ريت وده طبيعي. كل ده طبيعي. يعني يا ريت تيجي على الشتيمه. فيا رب تكونوا انبسطتوا، وان شاء الله الحلقه الجايه هتبقى نطلع بره بقى. ممكن نقول كلمه ثانيه بالمره والله العظيم. نقول للكاف اتقوا الله، لا اتقوا الله انتوا والمغرب، لان الموضوع يا جماعه بقى ريحته صعبه جدا. انت فاهم بقى يعني. ده قصه دي اللي محتاجه يبقى ليها 4 حلقات بقى ان حلقات شاء دي. الله، فاهم؟ دوليه كده وفي المحاكم ان شاء الله. انت
بس انا اخر كلمه، انا زي ما قلنا لكم احنا مبسوطين آه. جدا، ما يعني مش طولنا عليكم. الحلقه كانت لذيذه كده وفيها جزء فاني، محدش يزعل. اهم حاجه بس يا احمد تعالى ناكد على النقطه دي. لا هزار، احنا بنقول كلام ضحك وكده عشان احنا بنتكلم شباب زينا مش اكتر. لا قصدنا تقليل من حد ولا أي حاجة اهانه خالص. ولا اي حاجه طبعا يعني. بنعتزل كل البنطلونات اللي ان شاء الله حلقه جايه على الانسان كرامات بقى. شكرا، نشوفكم حلقه جايه ان شاء الله من كعب. فولو، سلام. سبسكرايب، لايك، شير. السلام عليكم.